محمد هاني يغيب عن الأهلي لفترة تتراوح من شهر ونص لثلاثة أشهر بعد تأكد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة. كهربا يطمئن محبيه ويؤكد أنه أصبح بحالة جيدة وعاد لمنزله بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة وارتفاع في ضربات القلب بالأمس نتيجة الحزن. كولر يطالب الأهلي بمحاولة إنهاء ملف تمديد وتعديل وتجديد عقود لاعبي الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد حتى لا يتأثر تركيزهم مع الفريق. الخطيب ينتظر عودة كولر من بلاده لمفاتحته مجددا في ملف إعادة منصب مدير الكرة لكي يتفرغ سامي قمصان لدوره الفني وملف ضم بعض اللاعبين الجدد قبل إغلاق الميركاتو الحالي. مصدر بالأهلي يؤكد أن ما أثير عن إصدار الكابتن محمود الخطيب فرمان بالاعتماد على مصطفى شوبير بدلا من الشناوي الفترة القادمة بسبب مستوى الأخير عاري تماما من الصحة. خالد الغندور يحاول النيل من محمد الشناوي نفسيا مستغلا عدم تعامله الجيد مع هدف ناصر منسي وانتقاد بعض الجماهير له بالترويج بأن هناك حالة من القلق في المنتخب من تراجع مستوى حارس الأهلي. يحيى عطية الله يخضع لبرنامج بدني مكثف وتدريبات مكثفة في الجيم بالمغرب في فترة الأجازة للإنقاص من وزنه. حالة من الحزن الشديد تسيطر على إمام عاشور من الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها منذ خسارة السوبر الأفريقي واستغلال بعض الأشخاص التي تنتمي للنادي المنافس ذلك للتقليل منه. أكرم توفيق يصل قطر لقضاء بعض الوقت مع زوجته الثانية التي ترتبط بظروف عمل هناك قبل العودة للتدريبات الأسبوع القادم بعدما كان متوقع له مستقبل باهر الفترة الماضية. شاد رضوان لاعب الأهلي يخضع للاختبار في نادي الإسماعيلي لتحديد إمكانية التعاقد معه من عدمه. وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص بسبب تزوير واختلاق واقعة غير حقيقية بالعثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق وتصوير مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديا. حسين لبيب رئيس نادي الزمالك يتمحك في تركي آل الشيخ ويطلب منه تنظيم مباراة ودية بين الزمالك وريال مدريد في المملكة العربية السعودية بعد فوز الأبيض على الأهلي في السوبر الأفريقي. وأحد جماهير الأهلي ساخرا من تصريحاته: لا نحتاج لمواجهة ريال مدريد ودية لأننا نواجههم بشكل رسمي دائما في كأس العالم للأندية ووارد أن تجمعنا بهم البطولة في يونيو المقبل مجددا. أحد جماهير الأهلي للاعبين: خليتوا الناس ملهاش أي 60 لازمة زي دونجا وغيره يبقى ليهم صوت ويبقى نجوم ويتم استضافتهم في برامج بتخاذلكم. عملتوا الناس لم يكن لها قيمة سعر، وإذا لم يكن هناك رد وصفعة قوية لهؤلاء في السوبر المصري سيكون عار عليكم جميعا. لن نقبل بالفوز بالسوبر فقط، فهذا غير كافي. لن نقبل إلا بتعليم هؤلاء درس قاسي وأهانتهم على أرض الملعب بتحقيق فوز كبير. دون ذكر اسم أحمد بلال. ناصر منسي لاعب الزمالك يؤكد أن الزمالك بفوزه بالسوبر الأفريقي أخرس الجميع وخصوصا بعض اللاعبين السابقين الذين حاولوا التقليل من النادي. تريزيجيه يقود نادي الريان القطري في مواجهة صعبة اليوم أمام النصر السعودي ورفاق رونالدو في دوري أبطال آسيا ويأمل في تحقيق انتصار. حسام حسن يستعد لإرسال استدعاء لمصطفى محمد ومحمد صلاح ومرموش وحمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي للتواجد في معسكر المنتخب القادم. وتجاهل تام لأحمد عبد القادر الذي تعافى من الإصابة وعاد للمشاركة مع فريقه مؤخرا. مصدر مقرب من ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي يؤكد أن المدرب البرازيلي كان من المفترض أن يوقع عقود تدريبه لمنتخب الشباب منذ أيام، لكنه انتظر لمعرفة نتيجة مباراة السوبر، خاصة أنه كان هناك اتفاق بينه وبين أحد مسؤولي الزمالك على تولي المهمة الفنية للفريق بدلا من جوميز حال خسارة الفريق الأبيض. وبعد فوز الزمالك تأكد من بقاء جوميز فقام بتوقيع عقود تدريبه لمنتخب الشباب بعدما عطل احترافه بالدوري الأسباني. إبراهيم عادل يطلب الرحيل من بيراميدز بسبب عدم قدرته على تقديم أي شيء جديد للفريق. سيد معوض نجم الأهلي السابق: الشناوي في مباراة الزمالك في السوبر الأفريقي كان سيء جدا، كان كل تعاملاته مع الكرات التي وصلت له غريب ورد فعله أصبح بطيء جدا. الهدف الذي سجله الزمالك كان ممكن أن ينجح الشناوي في التصدي له لو كان فرد ذراعه من أجل إخراج الكرة. أيضا ركلة الجزاء التي سددها حسام عبد المجيد صعب تدخل في حارس كبير بقيمة حارس مصر الأول وكان من السهل إخراجها، ولكن رد فعله كان بطيء جدا. لا يمكن أن نحمله الهدف الذي أعاد الزمالك للمباراة بمفرده، فالخطأ كان مشترك من الثلاثي يحيى عطية الله وياسر إبراهيم والشناوي. مصطفى شوبير كان سبب رئيسي في تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا وأعتقد يستحق نظرة. يحيى عطية الله ظهر بمستوى طيب في مباراة جورمايا الكيني ببطولة أفريقيا، ولكن الزمالك فريق مختلف تماما فنيا وبدنيا، واللاعب المغربي مختلف تماما عن علي معلول ولم يصل لأعلى مستوى بدني حتى الآن، ولكن الخطأ الذي ارتكبه لا يعني أنه لاعب غير جيد.
فأحيانا تكون واردة في كرة القدم هذه الأخطاء، والأهم هو أن يتعلم منها حتى لا تتكرر مجددا.